النهارده 5 مارس عيد ميلاد شيكابالا. كل سنه وانت طيب يا شيكا يا ابن بلدي يا غالي. وفي نقطه صغيره حابب اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما ادخل في كلامي عن شيكابالا. الصراع اللي قايم ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين شيكابالا، الصراع ده هتلاقيه في كل حته في الدنيا. عمرك مثلا ما هتسمع جماهير نادي ريال مدريد كانت بتتغنى بميسي، ولا عمرك هتسمع مثلا جماهير برشلونه بتقول على كريستيانو رونالدو ان هو افضل لاعب في العالم. كل ده ما كنتش هتلاقيه. فالصراع قايم ممكن يكون حصل تجاوزات غير مقبوله من جمهور النادي الاهلي ومن شيكابالا، لكن زي ما بقول الصراع ده دايما هتلاقيه موجود. ويمكن حتى لو جيت بصيت لمصر، جمهور نادي الزمالك مش هتلاقيه بيتغنى مثلا بكابتن محمد ابو تريكه، هتلاقيه بيتريق عليه، لكن هيفضل ابو تريكه بالنسبه لي زين الدين زيدان الكره المصريه. فالصراع موجود، لكن مش هتقدر تنكر على اللاعب موهبته، وده شيء اعترف بيه عشان على الاقل تحترم عقليتك انت. وانت في النهايه زي ما بقول مشجع كوره، الكوره الحلوه والموهبه المفروض هم اللي يجذبوا اهتمامك اكتر من اي حاجه تانية. فخلونا ندخل في كلامنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره بشكل على اليوتيوب. هبتدي كلامي برضو بكل سنه وانت طيب يا شيكا وعقبال مليون سنه. شيكابالا يمكن من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها، وهيفضل من اهم اللعيبه اللي انا بشوفها في الكوره المصريه لاسباب كتير جدا. اغلب جيلي من اللي بيشجعوا نادي الزمالك، على فكره انا ما بشجعش نادي الزمالك لكن بعشق شيكابالا. زي ما قلت لكم خلونا نرجع لموضوعنا، اغلب اللي من جيلي بيشجع نادي الزمالك هتلاقيهم بيشجعوا نادي الزمالك عشان خاطر شيكابالا. احنا الجيل اللي شاف العشريه السوداء لنادي الزمالك وشاف ايام صعبه جدا لنادي الزمالك، ما كانش موجود اي شيء مضيء فيها غير شيكابالا وشيكابالا وبس. شيكابالا حافظ على نادي الزمالك ان هو دايما يبقى في المنافسه، حافظ على قيمه نادي الزمالك، كان هو الوحيد اللي بينافس. ومش بس النادي الاهلي اللي كان عنده جيل ذهبي، النادي الاهلي في الوقت ده مش فكره بقى جيل ذهبي، النادي الاهلي كان عنده لعيبه على الدكه تقدر ان هي تحسم الدوري. مش فكره بس اللعيبه على ارض الملعب، والله النادي الاهلي لو رجعت اسمائه كان عنده لعيبه على الدكه تقدر ان هي تحسم الدوري. وكمان فريق زي نادي الاسماعيلي كان عنده فريق قوي جدا في عبد الله السعيد وعمرو السوليه واحمد علي ولعيبه كتير جدا. نادي انبي كان عنده برضه فريق قوي، نادي بتروجيت، نادي حرس الحدود، فرق كتير كان كلها عندها فرق قويه. وكان اللي بيصارع كل ده وبينافس كل ده ومحافظ على قيمه نادي الزمالك في وسط كل ده هو شيكابالا، وشيكابالا لوحده. وفكره كمان ان شيكابالا مش بس حافظ على نادي الزمالك في المنافسه، شيكابالا حافظ على فكره ان مباراه القمه يبقى ليها قيمه. ان النادي الاهلي لما كان بيدخل مباراه عنده تحفظ شديد لان شيكابالا موجود. غير كده ما اظنش ان النادي الاهلي كان هيبقى عنده تحفظ من لعيبه نادي الزمالك، او هيكون قلقان من لعيبه نادي الزمالك في شيء. وانا اسف لجمهور نادي الزمالك، ممكن جزء منهم يزعل من كلامي، بس دي كانت الحقيقه ودي كانت الواقع. شيكابالا هو اللي خلى نادي الزمالك في المنافسه، شيكابالا هو اللي ما خلاش نادي الزمالك درجه ثانيه او درجه ثالثه في التشجيع. بمعنى ان انت ممكن تلاقي ناس تقول لك انا بشجع نادي كذا بس بحترم تاريخ نادي الزمالك او بحب تاريخ نادي الزمالك او نادي الزمالك كان بيطلع لعيبه كويسه. لا، شيكابالا هو اللي خلاك في المنافسه وخلاك من اصحاب الجماهيريه الاولى. والحاجه الاهم بالنسبه لي اللي شيكابالا قدمها لنادي الزمالك هو الحفاظ على هويه نادي الزمالك. طول عمرنا بنسمع ان هويه نادي الزمالك في كلمه ان نادي الزمالك مدرسه الفن والهندسه. تفتكر كان مين اللي يقدر يحافظ على الكلمه دي او العباره دي عن هويه نادي الزمالك دي بعد اعتزال اغلب لعيبه نادي الزمالك الموهوبه، وكان اخرهم كابتن عبد الحليم علي وكابتن حازم امام؟ تفتكر كان مين بعد الناس دي اللي هيقدر يحافظ على هويه نادي الزمالك مدرسه الفن والهندسه؟ شيكابالا وبس. فكان الشيء الاهم انا بقى بالنسبه لي من ان شيكابالا حافظ على نادي الزمالك في المنافسه او الى غيره، لا، انه حافظ على هويه نادي الزمالك الحقيقيه في انه مدرسه الفن والهندسه. بموهبته قدر ان هو يحافظ على النقطه دي. لكن غير كده انت معلش كجمهور نادي الزمالك ما كنتش هتقدر ابدا تقول ان انا مدرسه الفن والهندسه. طب كان ايه دليلك؟ احمد غانم سلطان، احمد جعفر، هو ده دليلك على ان انت مدرسه الفن والهندسه؟ لكن شيكابالا حافظ لك على هويه النادي وحافظ لك زي ما بقول على كلمه مدرسه الفن والهندسه. وده كان الشيء الاهم بالنسبه لي، لان هويه الفريق الحفاظ عليها هو اللي بيستمر وهو اللي بيفضل معاك طول حياتك. خلونا نروح لشيكابالا او فتره شيكابالا في الاحتراف، ومش هطول على حضراتكم فيها، ويمكن هذكر بس في فتره باوك اليوناني. كانت مباراه شيكابالا مع نادي اولمبياكوس. شيكابالا انتقل لنادي باوك اليوناني وهو عمره 19 سنه، ويمكن اول مبارياته او من اكبر مبارياته اللي شارك فيها كان قدام نادي اولمبياكوس زي ما بقول. وكان الفريق فيه نجوم كبار جدا وعلى راسهم النجم البرازيلي ريفاردو. وده ليه قصه طريفه جدا بالنسبه لشيكابالا. شيكابالا اولمبياكوس بيتقدم بهدف، وكان اللي احرز الهدف على فكره يايا توريه النجم الايفواري، وكان لسه برضه في شبابه وبدايه مشاركاته في اوروبا. ويمكن يايا توريه تقريبا كان سجل الهدف
من ركله جزاء او من ركله حره مش فاكر بالظبط، لكن شيكابالا بينزل كبديل وبيقدر يصنع 2 اسيست وبيقدر يخلي نادي باوك اليوناني يحصل على ال3 نقاط. الظريف في الامر ان اغلب جماهير نادي باوك قعدت تنده على ريفاردو او هتفت ضد ريفاردو وقالت له اتعلم الكوره من شيكابالا، والهتاف ده مشهور جدا وكبير جدا، ودي يمكن من اكتر اللحظات او من افضل اللحظات في تاريخ شيكابالا او في فكره الفتره اللي هو احترف فيها. وكمان شيكابالا يمكن في الفتره اللي لعب فيها قدام الارجنتين مع منتخب مصر في كاس العالم شفنا ازاي الفيفا كان بيتغنى بموهبه زي موهبه شيكابالا. باختصار شيكابالا في الاحتراف او في منتخب مصر او الى غيره زي ما وصفه الشوالي، وده يمكن افضل وصف بشوفه لشيكابالا. هذا اللاعب لم يذهب بعيدا الى ما يستحقه هو وتستحقه قدماه. ده زي ما بقول اجمل وافضل وصف ممكن تشوفه لشيكابالا، وده يمكن اصح وصف ممكن تشوفه لشيكابالا. شيكابالا موهبته كانت المفروض توديه لبعيد جدا 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 جدا. وهختم كلامي بشيء او اكتر شيء بيخليني احب شيكابالا. كتير من جمهور النادي الاهلي بيعاير شيكابالا بفكره ان انت مضيت النادي الاهلي و الى اخره. دي يمكن اكتر نقطه مضيئه انا بشوفها في تاريخ شيكابالا. شيكابالا زي ما بقول وهفضل اقول عنه أسطورة الوفاء وأسطورة النضال وأسطورة الكفاح وأسطورة التضحية لنادي الزمالك. كل ده قدمه شيكابالا فعلا لنادي الزمالك، لأن شيكابالا لما مضى للنادي الأهلي تخيل أنت إن شيكابالا كان هيبقى من ضمن جيل مرعب في النادي الأهلي، وشيكابالا يسيب كل ده ويرجع لنادي الزمالك بيته، لأن في الفترة الأولانية شيكابالا مفيش حد من إدارة نادي الزمالك تواصل معاه. فتخيل إن شيكابالا ساب كل ده ورجع لنادي الزمالك ورجع لبيته، رجع من باب الوفاء لناديه، رجع كافح وناضل مع ناديه وادى لناديه كل شيء. وزي ما بقول حافظ على هويته وحافظ على نادي الزمالك في المنافسه. فعشان كده او ده مثال مش هنشوفه كتير وما بنشوفوش في لعيبه كتير وما شفناهوش غير في شيكابالا وبس في مصر، فكره ان لاعب يضحي بكل شيء عشان خاطر ناديه ويكون وافي لناديه للدرجه دي. والله الامثال دي من شيكابالا ما هتشوفها كتير في العالم كله. فشيكابالا زي ما بقول هيفضل بالنسبه لي اسطوره، ويمكن لحاجات خاصه كتير جدا، ويمكن ده سبب من اسبابه انه راجل كان وفي للنادي وفاء ما شفناش منه او ما شفناش زيه كتير جدا. كل سنه وانت طيب يا شيكا، وعقبال يا رب مليون 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 سنه. هتفضل بالنسبه لي واحد من اساطير كره القدم، واحد من اللعيبه اللي اتعلمت منها حاجات كتير جدا، واتعلمت منها يعني ايه وفاء لناديك، يعني ايه الكفاح لناديك، يعني ايه النضال لناديك، ويعني ايه التضحيه لناديك.